حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. عمر رجع من المدرسة وشكله باين عليه إنه زعلان جدا، وقال لمامته: أنا مش عايز أروح المدرسة تاني. مامته قالت له: إيه يا عمر، مالك؟ شكلك زعلان كده ليه وبتزعق كده ليه؟ راح عمر سابها ومشى، ومرضاش يتكلم معاها، وقفل على نفسه الباب. مامته استغربت جدا من رد فعله، وزعلت جدا إن هو زعق فيها ودخل وقفل على نفسه الباب من غير ما يقعد ويتكلم ويتفاهم معاها بهدوء ويفهمها اللي حصل. وبعدين مريم أخته كانت بره، ولما وصلوا لقت مامتها زعلانة جدا، وقالت لها: مالك يا ماما؟ شكلك زعلان كده ليه؟ مامتها قالت لها: أنا زعلانة جدا من عمر، كنت بتكلم معاه وراح سابني ودخل وقفل على نفسه الباب، وصوته كان عالي عليا جدا وهو بيكلمني، وأنا زعلانة منه جدا. مريم قررت إن هي تتكلم مع أخوها، واستأذنت ودخلت تتكلم معاه. مريم لما دخلت لقت عمر قاعد بيعيط، وسألته: مالك يا عمر؟ شكلك زعلان كده ليه؟ عمر مرضاش يتكلم ولا يقول بأي كلمة. وبعدين مريم فضلت تلح عليه وتقوله: احكيلي ايه اللي مزعلك يا عمر؟ وبعدين قال لها: أنا زعلان جدا يا مريم، أنا مش عايز أروح المدرسة دي تاني، علشان صحابي بيعاملوني معاملة وحشة جدا، وأنا كنت مبسوط في المدرسة القديمة، وكان عندي صحاب حلوين وكنت مبسوط جدا معاهم. مريم قالت له: إحنا اضطرينا إن إحنا نغير لك المدرسة يا عمر، علشان لما نقلنا من البيت بتاعنا القديم للبيت الجديد، والمدرسة كانت هتكون بعيدة جدا، والحل إن إحنا كنا ننقل. وكمان حل المشكلة مش إن أنت تزعق بصوت عالي وتدخل وتقفل على نفسك الباب وصوتك يكون عالي وتبقى بعدها مش حابب تتكلم مع حد. مش ده الصح يا عمر. الصح إن أنت تقعد وتتكلم ويكون في حوار وتفاهم بينا. وقالت له كمان إن ربنا وصانا على الأم، وإن إحنا ما ينفعش صوتنا يبقى عالي عليها. وقالت له: انت نسيت درس بر الوالدين يا عمر؟ قال لها: لا، انا ما نسيتهوش، بس انا كنت غضبان جدا عشان الولاد في المدرسة بيسخروا مني وبيزعلوني جامد. نصحته مريم ان هو يقول للمدرسة بتاعته ويطلع دلوقتي ويعتذر لمامته، وطلع وباس على راس مامته واعتذر لها، ووعدها ان هو مش هيكرر ده تاني ابدا. ومامته سامحته وقالت له: يلا دلوقتي يا عمر نتكلم في اللي مضايقك ونحاول نشوف حل مناسب. وفعلا عمر قعد جنب مامته وقعد يحكي لها كل اللي مضايقه، وطبعا مامته شافت له حل مناسب وقالت له: انت لازم بكرة تتكلم مع المدرسة بتاعتك بالراحة، وانك تتعود تحل مشاكلك بنفسك، ولو المشاكل كبيرة ساعتها انا بتدخل. عمر اتبسط جدا ان هو اتكلم مع مامته ولقت حل مناسب، وشكر مريم اخته. وتاني يوم عمل عمر بنصيحة مامته، وكل حاجة بقت تمام جدا، وعمر بقى مبسوط في المدرسة الجديدة.